فقد كان يعد وما زال في نظر كافة أبناء التوحيد في كل مكان شيخ الجزيرة، وهذا اللقب لم يحظى بمثله شيء غيره على مر التاريخ، فقد أصبح اسمه يخيم فوق أبناء التوحيد في كل مكان، ويكسب مبدأ التوحيد هالة شامخة من الإيمان والبهجة ومن التمييز بالمبادئ التقدمية العلمية الراقية التي نادى بها دين التوحيد. ومنذ رحيل فضيلة سيدنا الشيخ نقف كل سنة ونتأسف بحسرة على فراقه، لأنه كان علما من أعلام المجتمع الراقي في القرن العشرين، وقد فرض هيبته واحترامه ليس فقط على أبناء التوحيد والمواطنين الدروز، وإنما على قادة وزعماء المنطقة الذين عرفوه والذين كانوا يهرعون إلى منزله العامر لكي يلتمسون البركة والدعاء حينما كانوا يتنافسون على مناصب هامة كرئيس دولة ورئيس حكومة وغيرها. وقد ظهرت لفضيلته كرامات وقصص عن تصرفاته النبيلة وأعماله المميزة وصيته الذي بلغ الآفاق، وبذلك يمكننا أن نعتبره من الصفوة المختارة من أولياء الصالحين الذين ظهروا بعد دعوة التوحيد الدرزية وقاموا بتثبيت أركانها وغرسها في نفوس الموحدين، مثل سيدنا الأمير السيد قدس الله سره، وسيدنا الشيخ الفاضل رضي الله عنه، وسيدنا الشيخ علي فارس رضي الله عنه، وسيدنا الشيخ إبراهيم الهجري رضي الله عنه، وسيدنا الشيخ حسين ماضي رضي الله عنه، وعدد لا بأس به من المشايخ الأتقياء الكبار الذين تركوا بصمات وآثار في تاريخ الطائفة الدرزية. وقد كان من كراماته وأفضاله علينا وقوة حدسه ورؤياه إنه اختار فضيلة الشيخ أبو حسن الموفق طريف خليفة له ليكمل طريقه وجمع شمل طائفة الموحدين والصعود بها إلى مصائف الأمم المتدينة المتقدمة المشهورة بالتقوى والعدل والاستقامة. وها نحن نراه يجوب العالم بأسره، ويتم استقباله عند رؤساء دول العالم وزعاماته، يسمعون صوته ويصغون إلى إرشاداته ويستأنسون برأيه، وهو بذلك يقوم بدور كبير لم يقم به أحدا من قبله. وقد رفع الطائفة الدرزية إلى العالمية وإلى الساحات الدولية لتصبح بفضله ذات شأن وتقدير. وهنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد روح فضيلة سيدنا الشيخ أبو يوسف أمير بوافر رحمته ورعايته، وأن يوفق فضيلة شيخنا الشيخ أبو حسن في نقل الطائفة الدرزية إلى أعلى المراتب لكي يقوم بالدور التاريخي الذي يليق به. وأشكر حضراتكم وأتمنى لكم طول العمر وشكرا. الله يرحمه.